السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مسافرة برا الكويت وقاعدة بهذا الجو البديع وأشوف الشلالات والخضرة، أتذكر آبائنا وأجدادنا وينهم من هذه النعم اللي ما شافوها ولا مرت عليهم. الناس أول كانوا يا إما أهل بر أو أهل بحر، وأنا عن نفسي كان والدي الله يرحمه من أهل البحر، يعني كان يشتغل قيس على ظهر السفن وبإجرة زهيدة جدا. وكلكم عارفين أن فترة الغوص تمتد ل4 أشهر، تبتدي في شهر 5 وتنتهي في شهر 8. 4 شهور وهم في عرض البحر. وتخيلوا معاي الأهوال والأخطار اللي كانوا ممكن يتعرضون لها، وكم من سفينة وسفينة اغرقت بالأشخاص اللي عليها بهذا البحر. وفي مثل قديم يقول اشلك بالبحر وأهواله والرزق على السيف، وهذا المثل يدل على خطورة البحر، لكن الناس كانت في ذلك الوقت تحمد الله وتشكره وقانعة برزقها. أما الحين فإحنا نعيش برفاهية مقارنة بذاك الوقت. الله رزقنا بوظائف سهلة لا فيها أمواج بحر ولا سفر على الحيوانات في البر، وبالرغم من هذا تلقى بعض الشباب إذا قعدوا للدوام يحس إن في قعدته هذه مشقة، ولما تسأله شلونك، شلون يومك، شخبارك، يقول لك لا جديد، يوم ممل متعب روتيني مثل كل يوم. وهذا يسمونه إيلاف النعم، فحذاري من إيلاف النعم، بمعنى أنك تألف هذه النعم وتصير عندك النعم هذه شيء عادي، وهي مو شيء عادي. يكفي أنك كل يوم تقعد من نومك متعافي، ولا أمواج بحر ولا زلازل ولا مصيبة تجيك وانت غافل. كل هذه نعم من رب العالمين، وتستاهل منك الحمد والشكر في كل لحظة. فيومك ما كان عادي ولا هو ممل ولا هو روتيني. واشكروا ربكم على نعمة الأمن والأمان والستر والعافية، ولا تألفوا النعم. فشلون كان حال آبائنا وأجدادنا في القديم وشلون حياتنا الحين؟ فالحمد لله على كل حال. وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.